السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنشرح النهاردة الدرس الثاني للصف الاول الاعدادي، والدرس بعنوان ايه؟ بعنوان الاستعانة بالله تعالى. تمام، نبدأ. طيب، هنا عنوان الدرس الايه؟ الاستعانة بالله تعالى. يعني ايه؟ يعني الاستعانة بالله تعالى، يعني معنى الاستعانة بالله. لما يقول لي معنى الاستعانة بالله هنقول ايه؟ طلب العون منه جل وعلا. يعني نعمل ايه؟ نطلب العون من ربنا، نطلب المساعدة من مين؟ من ربنا، مش من اي حد تاني. تمام كده؟ طيب، ودفع الضر، نطلب المساعدة من ربنا، ويطلب مين يحل لنا مشاكلنا؟ ربنا. يبعد عننا اي ضر ربنا. تمام كده؟ يبقى احنا بنطلب الاستعانة بالله، يعني احنا بنستعين بالله، بنطلب منه العون، المساعدة. ودفع الضر بنطلب منه ان يبعد عننا اي حاجة وحشة. مين؟ ربنا. وهي تأتي بعد معرفة أسمائه جل وعلا وصفاته. تمام، بتيجي بعد ايه؟ بعد ما نعرف طبعا اسماء ربنا وصفاته هنعمل ايه؟ بنطلب العون من ربنا. يعني ايه؟ يعني احنا نعرف عن ربنا اكتر، نعرف عن ربنا اكتر. طيب، ده هيعمل ايه لما نعرف عن ربنا اكتر؟ هتقوي علاقتنا بايه؟ بربنا، هتقوي علاقة المؤمن بربنا. تمام كده؟ طيب، يعني هنا الاستعانة، معنى الاستعانة طلب العون منه جل وعلا ودفع الضر، ودفع الضر. تمام كده؟ طيب، هنا بقى لما احنا نعمل ايه؟ لما احنا نعرف اسماء ربنا وبعد كده نستعين بربنا، ايه اللي هيحصل؟ هتبقى علاقتنا بربنا قوية طبعا. طيب، طب ايه بقى لما علاقتنا بربنا تبقى قوية يترتب عليها ايه كمان؟ ان احنا هنقرب من ربنا اكتر، وهنتعلق بربنا اكتر. طيب، من دلائل الاستعانة، طب استعين بربنا ازاي يا ميس؟ اقول لكم. اول حاجة ان احنا نعمل ايه؟ الايمان. يعني ايه؟ يعني الايمان بان كل منفعة نرجوها وكل ضر نخشاه بيد الله وحده. يعني ايه؟ يعني احنا نبقى مؤمنين ان كل منفعة او ايه او ضر، اللي هيحصل له ان ربنا بايد ربنا، ان ربنا اللي بايده اللي هو يعمل لنا ايه؟ اللي هو يساعدنا في شيء معين، وربنا اللي بايده كمان اللي هو يبعد عننا اي ايه؟ اي شيء وحش. تمام كده؟ يبقى الايمان. يبقى اول حاجة نستعين بالله. الاستعانة بالله، من دلائل الاستعانة بالله اولا الايمان. يبقى ايه؟ من دلائل الاستعانة بالله. ثواني هنكتب هنا، لا ثانية، هنكتب الإيمان. تمام كده؟ الإيمان بإيه يا ميس؟ الإيمان بأن كل منفعة نرجوها وكل ضر بإيه؟ نخشاه بيد الله. إن كل منفعة أو كل ضر بيد الله. تمام كده؟ طيب، ربنا قال إيه؟ ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء إيه؟ قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ربنا هنا قال ايه؟ قال ان اي ضر، اي مشاكل او اي حاجه هتضرنا، فمين اللي بيبعد عننا اي حاجه هتضرنا؟ ربنا. طيب، واي خير، مين اللي ربنا بيعمل ايه؟ مثلا بيقرب لينا اي خير، او بايده ان هو ينفعنا؟ ربنا. طيب، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ربنا ايه؟ ربنا حكيم وعالم بكل اللي جوانا. تمام كده؟ طيب، الرسول قال ايه؟ قال نصيحة لمين؟ لابن عباس. طب نصحه قال له ايه؟ قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني الأمة لو اجتمعت كلها عشان تنفعك بشيء ربنا مش كاتبه لك، مش هيحصل. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو اجتمعوا علشان يضروك بأي شيء مش هيعرفوا إلا لو إيه؟ لو ربنا كاتبه لك.
تمام كده؟ يعني نؤمن ان اي منفعة او اي ضر، ده كل ضر كل دوت بايه؟ بايد ربنا، كل ده بايد ربنا. يبقى الايه؟ الايمان. تمام. طيب تاني حاجة، ثانية واحدة، تاني حاجة، تاني حاجة اليقين. تاني حاجة الايه؟ اليقين. دي من ايه؟ قلنا ان دي من دلائل الاستعانة بالله. اول حاجة الايمان بان كل منفعة نرجوها وكل ضر نخشاه بيد ايه؟ الله. تاني حاجة اليقين. اليقين ازاي يا ميس؟ اليقين في انه لا يعلم الغيب في هذا الكون الا الله وحده. هل حد يعلم الغيب؟ حد يقدر يقول لك ان بكره هيحصل ايه، ولا كمان اسبوع هيحصل ايه؟ لا، لو حد قال لك كده قول له كذاب، لان مفيش حد يعلم الغيب غير ربنا. تمام كده؟ طيب ربنا قال ايه؟ ربنا قالها لنا في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يعني ايه؟ يعني يا محمد قول لهم ان مفيش حد يعلم الغيب غيري انا. يعلم ايه؟ يعلم الغيب الا الله، هو ربنا فقط. تمام كده؟ طيب تالت حاجة اجتناب الدجل والشعوذة والايه؟ والتحذير منهما. طيب يبقى ايه؟ يبقى الدجل والشعوذة هنكتبها، يعني تالت حاجة اللي هو ايه؟ اجتناب الدجل والشعوذة والتحذير منهما. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان انا اروح لحد واقول له ايه؟ واقول له ساعدني اني مثلا ايه؟ اني انجح في الامتحان، وهو هيعمل شوية حاجات كده وايه ويساعدني، يعني انا بلجأ ليه. ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش. او اروح لحد يعمل لي ايه؟ يكتب يعمل لي زي ايه؟ ورقة ويقول لي خد ده حجاب، وده هينفعك، وده شيله ايه؟ حطه في البيت عندك، وده هينفعك ايه ويخلي حياتك تكون افضل. لا طبعا ده كذاب، مش هيحصل كده فعلا. او اروح لحد ويقول لي مثلا الغيب هيحصل لك كذا وكذا، هقول له برضو انت كذاب. يبقى ما ينفعش اعمل ايه؟ الجا لمين؟ الجا للدجالين والمشعوذين وايه وصدقهم. تمام. الرسول قال ايه بقى؟ من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة ايه؟ صلاة 40 ليلة. يعني اللي راح لعراف، اللي راح لحد تمام وسأله عن شيء هيحصل لي ايه مثلا كمان اسبوع، او اعمل لي اي حاجه مثلا تخليني الرزق عندي يزيد، او اعمل لي خليني مثلا الشغل عندي اترقى مثلا. لا طبعا ده هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ مش هتتقبل صلاته لمده 40 ليله، يعني اليوم كله بالليله 40 ايه؟ 40 ليله. تمام كده؟ طيب يعني ما ينفعش ان احنا نعمل ايه؟ نروح للمشعوذين. طيب والرسول قال ايه بقى؟ يكون في آخر الزمان دجالون كذابون. هيكون في دجالون كذابون. تمام. هيكذبوا، هيقولوا لك ايه؟ ده هيكذبوا عليك ويقول لك ده بكره يحصل لك كذا، خد بالك بكره مش عارف يحصل لك ايه، كمان شويه يحصل لك ايه، شوف انت رزقك هيقل، شو لا طبعا. تمام. طيب يكون في آخر ايه؟ يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونك من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم. يعني ايه؟ يعني احنا ما سمعناش الكلام اللي بيقولوا ده ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. يعني ايه؟ يعني ان في اخر الزمان هيجي دجالين مشعوذين هيكذبوا علينا وهيقولوا لنا الغيب وهيقولوا لنا ايه اللي هيحصل. هل احنا نصدقهم؟ لا ما نصدقهمش، لان الكلام ده ما كانش بيحصل، فده هيكتر بعد كده في اخر الزمان هيكتر. فالمفروض ان احنا نعمل ايه؟ ما نصدقهمش. تمام كده؟ يبقى هنقول تاني الرسول قال ايه؟ يكون في اخر الزمان دجالون كذابون يأتونك من الاحاديث ما لم تسمعوا انتم، ده انتم ما سمعتوش، ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. طيب يبقى ايه؟ يبقى احنا ما ينفعش نسمع كلام اي حد يقول لنا اي كلام. تمام. احنا عندنا عقل يفكر، احنا عارفين اللي يعلم الغيب ربنا. تمام كده؟ يعلم الغيب ربنا. يعني ما حدش يقول لنا مثلا ايه اعملوا كذا واعملوا كذا هتلاقوا نفسكم حياتكم لا بقت افضل، حياتكم بقت احسن. آه، آه،
هتبقى توصل لمناصب اعلى. لا طبعا لازم نشغل عقلنا في اي حد يقول لنا حاجه لازم نشغل عقلنا، ما ينفعش نسمع كلام اي حد. تمام، محدش هو اللي يشغلنا يخلينا احنا اللي نبقى زي العروسه اللي زي اللعبه. تمام، لازم نشغل دماغنا ونفكر ده الكلام ده صح ولا لا. تمام. طيب هنقول هنا الدجالون ومشعوذون اللي هو الكذاب الذي يغطي الحق بالباطل. يعني ايه؟ يعني عاوز يعمل ايه؟ يمسح الحق خالص ويخلي بداله ايه؟ الباطل والحيلة والوهم. احنا يوهمنا بشيء ايه؟ بشيء معين. الدجل اللي هو الكذب والادعاء. العراف، مين هو العراف؟ اللي هو الكاهن والمنجم الذي ايه؟ اللي بيدعي ايه؟ يدعي علم الغيب. يعني يقول ايه؟ يقول انا عارف الغيب. تمام، وهو كذاب. والشعوذة اللي هو الاحتيال والخدعة. تمام كده، والخدعة. تمام. طيب يبقى احنا كده عرفنا. تمام، عرفنا ايه اول حاجة يعني ايه الاستعانة. معنى الاستعانة وقلناها تعني طلب العون من ايه؟ من الله عز وجل ودفع الضر. عرفنا إيه؟ عرفنا إيه ثانية؟ عرفنا دلائل الاستعانة بالله. قلنا الدلائل أول حاجة الإيمان بإيه؟ بأن كل منفعة نرجوها وكل ضر نخشى بيد الله نخشى بيد الله. وقلنا تاني حاجة من دلائل الاستعانة اليقين في أنه لا يعلم الغيب في هذا الكون إلا الله وحده. وقلنا تالت حاجة اجتناب الدجل والشعوذة والتحذير منهما. تمام، قلنا دول ايه؟ دول من دلائل الاستعانة بالله عشان لو جالي سؤال اعرف اجاوب عليه كده. تمام كده. طيب نقلب الصفحة. طيب لو قال لي بقى أمثلة، لو سألني سؤال كده وقال لي طب قول لي أمثلة الدجل والشعوذة، إيه أمثلتها؟ زي إيه مثلا؟ هنقول أول حاجة ادعاء معرفة الغيب. في ناس بتدعي معرفة الغيب زي إيه؟ زي في ناس بتمسك كروت كده وتقرا لك الكروت دي وتقول لك بص انت حياتك هتبقى عامله ازاي. يا ان هقول له انت كذاب كده. تمام كده، يبقى بقراءه بعض الكروت. طب ايه تاني؟ وقراءه الفنجان. قال ايه يعني؟ هيقرأ الفنجان ويتنبأ وللتنبؤ بمستقبل الإنسان أو محاولة معرفته من خلال طيب هنقول هنا قراءة الفنجان. يعني مثلا واحد يمسك الفنجان ويقرأ الفنجان ويقول لك طريقك طويل، طريقك قصير. يعني معنى ان هو يعني ايه؟ هيحصل له حاجة، هيحصل لك حاجة كمان مثلا ساعتين. طبعا غلط. اللي يقرأ الفنجان نقول له لا، ده حرام. تمام، وقراءة بعض الكروت حرام للتنبؤ بإيه؟ بمستقبل الإنسان أو محاولة معرفته. نحاول نعرف من خلال توقعات الأبراج. وإحنا نعرف إن توقعات الأبراج يقول لك هيحصل لك خبر سعيد كمان بكرة، هيحصل لك كمان يومين خبر حزين. لا طبعا، يبقى دي من إيه؟ ادعاء معرفة الغيب. دول كذابين، ما فيش حاجة تحصل. حتى لو الحاجة دي حصلت فعلا، دي بتبقى بالصدفة، مش بتبقى عشان هم قالوا لي كده وهم يعلموا الغيب. لا طبعا. تمام. طيب يبقى أمثلة الدجل والشعوذة قلنا ادعاء ومعرفة الغيب. طب تاني حاجة ادعاء جلب النفع والضر. يعني ايه؟ يعني بالاعتقاد أن ارتداء شيء مثل الحظاظات. تمام يا أولاد اسمعوني، مش نلبس حظاظة ونقول إن دي هتجيب لنا الحظ أو دي هتخلي حياتنا حلوة. لا طبعا، انت كده بتعمل ايه؟ انت كده بتعمل حاجة ايه؟ حاجة ما تنفعش تتعمل. تمام. طيب وربنا نهى عنها. يمكن ان يجلب للانسان الحظ. بيقولوا ايه؟ ان لا دي هتجيب لي حظ كويس او هتبعد عني الحسد. لا طبعا، دي من حاجات ايه؟ من امثله الدجل والشعوذه. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ ده دجل وشعوذه. تمام كده. طيب تالت حاجه ادعاء الدجالين شفاء المرضى. في دجالين كده بيعملوا ايه؟ بيقولوا لا ده انا هشفيك من اي مرض. اي مرض. ازاي؟ كالذهاب الى رجل الرجل دوت بيقول على نفسه ايه؟ ان هو بيمتلك علاجات سحريه. الراجل ده بيقول ايه؟ لا بيدعي انه يمتلك علاجات سحريه. بيقول لا ده انا اقدر ان انا اشفيك. تمام، من اي مرض. مرض سحريه لامراض مستعصيه، مرض محدش الدكاتره ما يعرفوش يشفوك منها، او ايه؟ او نفسيه، او لو انت ايه عندك مرض نفسي، لا انا اقدر اساعدك. تمام. طيب ده كده كذب طبعا، ده ما يقدرش يعمل لي حاجه. تمام. او ممكن كمان دجالون يعطي الشخص ايه؟ بعض الطلاسم. يعني ايه طلاسم يا ميس؟ يعني كتابات مش مفهومه على ورقه. تبتدي كده ورقه يكتب لك كلام مش مفهوم، انت مش فاهمه.
تمام، ويلفها لك كده ويديها لك ويقول لك ايه، بيطلب منك بقى ويقول لك بص خد الورقه دي وعلقها في كل مكان عندك في البيت، دي هتشفيك من مرضك. لا غلط طبعا، ده الكلام دوت غلط. تمام. طيب يبقى لو قال لي امثله الدجل والشعوذه، هي من امثله الدجل والشعوذه هنقول له ايه؟ هنقول له ادعاء معرفه الغيب، هنقول له كمان ايه؟ ادعاء جلب النفع والضر، هنقول له ادعاء الدجالين شفاء المرضى. تمام كده. طيب نقول بقى حاجه تانية اللي هي ايه؟ اللي هي ومن هنا وجب علينا الاستعانه بالله. طب انا استعين بالله عن طريق ايه؟ يعني لما يجي سؤال ويقول لي ان انا بستعين بالله عن طريق ايه؟ أول حاجة الأخذ بالأسباب، إن أنا آخد بالأسباب لتحقيق الرزق وكل إيه خير نرجوه. يعني أنا آخد بالأسباب، أفكر كده وأشغل دماغي وآخد بالأسباب. تمام كده. تمام، لتحقيق الرزق وإيه وكل خير. يعني أنا أجتهد في عملي هلاقي إيه؟ هلاقي نتيجة. أجتهد في مذاكرتي هلاقي نتيجة. تمام كده. آكل أكل صحي هلاقي نتيجة. يعني ما أقولش أنا تعبان وأنا عمالة باكل أكل يضرني. ما أقولش كده. ما أقولش إن أنا إيه ده أنا جبت درجات وحشة وأنا أصلا ما ذاكرتش. ما أقولش كده. مهمل في عملي وأقول إيه ده أنا ما اترقيتش ليه، أنا ما رحتش منصب أعلى ليه. طب ما أنت مش مجتهد في شغلك. فاحنا نعمل إيه؟ ناخد بالأسباب. طب ربنا قال إيه بقى؟ ربنا قال إيه؟ يبقى أول حاجة الأخذ بالأسباب. تمام. دي لو قال لي آه، آه، علينا الاستعانة بالله عن طريق طرق الاستعانة بالله. لو قال لي سؤال طرق الاستعانة بالله أقول أول حاجة الأخذ بالأسباب لتحقيق الرزق وكل خير نرجوه، الأخذ بالأسباب. طيب ربنا قال إيه بقى هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ربنا قال لنا كده. ربنا خلق الأرض وسخرها لينا، صح؟ تقدر الأرض تقول لنا لا أنا مش هيتزرع عليا السنة دي، ولا لا ما تمشوش عليا أو كده. ربنا سخر لنا الأرض وسخر لنا اللي موجود على الأرض كله. فاحنا بنعمل ايه؟ احنا بنبقى رايحين وجايين وناكل الفاكهة وناكل الخضار، صح كده؟ وعايشين في الأرض براحتنا، صح كده؟ طيب وإليه النشور، يعني هنرجع لربنا تاني. مش بعد ما نعيش هنرجع لربنا؟ طبعا يا ميس. يبقى ده ايه؟ ربنا بيقول لنا كلوا من رزق، كلوا من رزق الله، وبعد كده في الآخر هترجعوا لي تاني. تمام كده. نعمل حساب بقى ان احنا هنرجع لربنا. تمام. طيب تاني حاجة بقى من طرق الاستعانة بالله. تاني حاجة يا ميس طبعا الدعاء. طبعا دي حاجة مهمة جدا. لازم ادعي ربنا، اطلب من ربنا طبعا كده، صح كده؟ يعني ما ينفعش ان انا مثلا اقعد اقول يا ربي خلاص اي حاجة تتحقق كده وربنا عالم وكده. طب ما انا اطلب من ربنا، ما اطلب من ربنا، ادعي ربنا يا رب حقق لي يا رب دعائي، واطلب من ربنا والح. اطلب من ربنا، ربنا هيعمل ايه؟ ربنا هيديني عطاؤه كريم. ربنا هيديني بكرم. تمام كده. وده اللي اخدناه الدرس اللي ايه، الاول الدرس اللي قبل ده. تمام. ربنا قال ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين. يعني ندعي ربنا ونطلب منه ما نعملش ايه، ما نتجاوزش حدود الله. يعني ربنا قال لنا ندعي ربنا ونطلب من ربنا، ما نروحش نطلب من حد تاني. تمام اتفقنا. تمام. يبقى تاني حاجة الدعاء. أول حاجة الأخذ بالأسباب يا ميس، تاني حاجة الدعاء. طب تالت حاجة غير الدعاء هنا ان احنا ندعي طبعا. احنا ندعي زي الأدعية تحصين النفس بالآيات القرآنية. مش احنا بنقول الأذكار؟ نقول آيات قرآنية ونقول الأذكار، في أذكار الصباح وأذكار المساء. تمام. وفي أدعية تانية. فاحنا نعمل ايه؟ نجيب كتاب كده، في كتب صغيرة كده اسمه حسن المسلم، نجيبه ونعمل ايه؟ نتعود ان احنا نقول الأذكار الصبح والأذكار ايه بالليل. طب أذكار الصباح والمساء بتحمينا من أي شيء. تمام كده. وربنا بيتقبل دعائنا لو احنا داومنا عليها، هتلاقي حياتنا اتغيرت كتير جدا. بس احنا نصيحة مني داوموا على قراءة الأذكار. تمام كده اتفقنا. طيب هنا في الدعاء ربنا قال ايه؟ طيب بسم الله الرحمن من الادعياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه قال ايه سيدنا محمد قال من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره ايه شيء. يعني ايه؟ يعني انا مثلا اقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، مفيش حاجه هتضرني. فانا اقولها قبل ما انام، واقولها ممكن اقولها وانا ماشيه في الشارع اقولها. تمام. ودي من الاذكار، فانا اعمل ايه؟ فانا اقولها. تمام كده. طيب
ومن تحصين كمان الايه، من التحصينات اللي اوصى بيها سيدنا محمد، قال نعمل ايه كمان، نقول ايه، نقول كده: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يعني يا رب إيه، احفظني من الشيطان، واحفظني من أي حد يعمل إيه يأذيني، واحفظني من أي حد يحسدني. تمام كده؟ يبقى أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. تمام كده؟ ده تحصين بحصن نفسي. تمام كده؟ واقول كمان ايه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. برضو ربنا مش ايه، ربنا هيحفظني. تمام كده؟ يبقى هنقول تاني، لما انا اقول بقى، لما انا اجي اسالكم واقول لكم طرق الاستعانه بالله، هتقولوا لي ايه؟ هتقولوا لي يا ميس اول حاجه الاخذ بالاسباب، تاني حاجه يا ميس الدعاء. تمام، طيب يبقى الاخذ بالاسباب والدعاء، ناخد بالاسباب وندعي ربنا. تمام كده؟ طيب هنا لو قال لي أمثلة الدجل والشعوذة، هنقول ادعاء معرفة الغيب، وهنقول ادعاء جلب النفع والضر، وهنقول ايه، وهنقول ادعاء الدجالين شفاء الايه، المرضى. تمام كده؟ طيب احنا كده يعني ايه، خلاص خلصنا. تمام كده؟ وشرحنا وقلنا الأسئلة كلها، وقلنا ممكن تيجي ايه، وبعد كده برضو هجيب لكم أسئلة تانية. تمام كده؟ وهعرف انتوا شاطرين ولا لا، وفهمتوا ولا لا. اتفقنا؟ تمام. هنتقابل إن شاء الله بإذن الله الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.